اللي لسه ما شافش فيديو الجاتو شاتو اللي انا لسه منزلها هنا على القناة لازم يروح يشوفه. والنهاردة هقدم لكم بنفس المقادير بالظبط، بس في صورة كب كيك. حاجة تحفة، حاجة في منتهى الجمال بقى واللذاذة والسهولة في نفس الوقت. يعني بصوا، حاجة كده هو تحسوا ان هي متكلفة قوي 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 وتعبانين فيها، بس هي حاجة سهلة وبسيطة وهتعتمدوها على طول. هقول لكم كل حاجة بالتفاصيل، بس لو أول مرة بتشوفوني أنا اسمي مريم ودي قناتي. لايك وشير للفيديو ده وكومنت حلو لما تجربوا الوصفة دي وتعجبكم. اول حاجه هبتدي بكيك الفانيليا الاول، او كب كيك الفانيليا الاول. بصوا انا عملت هنا في الفيديو ده كب كيك فانيليا وكب كيك شوكولاته. فاول حاجه اعملها معاكم هنا الفانيليا. جبت 4 بيضات وعليهم كوبايه ونص سكر او كوبايه وربع سكر، بس خلوكوا يعني كوبايه ونص سكر هيبقى حلو يعني. وبعد كده حطيت السكر على البيض ومعاهم طبعا الفانيليا، يعني قد معلقه صغيره كده فانيليا، وضربتهم كويس جدا لحد ما هوصل لقوام هوريهولكوا دلوقتي. باقي المكونات بقى اللي معايا كوبايه من اللبن وربع كوبايه من الميه، نص كوبايه زيت، كيس بيكنج باودر، 3 كوبايات من الدقيق، معلقه صغيره من الخل، ورشه ملح. دي مكونات الكيك بتاعتي. هبدأ بقى اضيف المكونات اول ما اوصل لقوام الكريم الفاتح، اللي هو بداية خالص لما ابتديت اضرب البيض مع السكر اداني قوام فاتح، وابتدى حجمه يتضاعف ويتقل كده ويديني قوام كريمي. ابتديت بعد كده اضيف كل المكونات وسبت الدقيق ده لاخر حاجة خالص. اخر حاجة خالص حطيت كوباية دقيق كده وبنخلها كوباية، لازم انخلهم كويس. ممكن تدخلوها مرة أو مرتين، يعني لو نخلتوهم مرتين هيدوكوا قوام أحلى، علشان الكيكة هتضمنوا 1000000% إن هي مش هتبقى مكتومة. هيبقى المسام بتاعتها كده حلوة ومفتحة وهشة وجميلة جدا. بس مرة برضو عادي جدا هتبقى حلوة. نخلت 3 كوبايات من الدقيق انخلهم كويس وابتدي ان انا اخلط المكونات. خلط عادي جدا جدا. يعني ممكن كمان تشيلوا المضرب بتاع الكهرباء ده، شيلوه خالص وابدأوا ان انتوا تضربوها بمضرب سلك عادي حتى. انا هنا حطيت البيكنج باودر والملح من المكونات اللي انا قلت لكم عليها وبس. ممكن تستغنوا خلاص عن المضرب ده وممكن تكملوا بيه. انا بمجرد ما الدقيق يختفي معايا خلاص هوقف ضرب عشان الهواء بتاعها ما يخرجش وتهبط معايا في الفرن. خلط عادي جدا وخلاص. في نفس الوقت ده هكون مسخنه الفرن على درجه حراره 180، وهحط الخليط بتاعي. يا اما هوزعه في الكب كيك بتاعي اللي انا النهارده هعمله. بصوا ده القوام بتاع الكيك ممتاز. يا اما هحطهم في صينيه مدهونه بالزيت وادخلها الفرن زي ما انتوا حابين. فهبتدي ان انا احط الخليط بتاعي في الكب كيك. طبعا ورق الكب كيك ضروري في قلب الصينيه وبس. بصوا انا بستخدم الطريقه دي علشان ما بهدلش الصينيه وانا بحط الخليط جوه الكب كيك، يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اطلعش بره. خلاص مليت الصينيه، هدخلها بعد كده بقى الفرن بتاعي. مش بتاخد 10 دقايق تقريبا لو الفرن سخن، عشان حجمه صغير وسمكه رفيع مش كبير، فمش بتطول. اول ما تبتدي تغير لونها خلاص كده هطلعها. وحطيت شوكليت شيبس على الوش. ما تخافوش مش هيهبط ولا حاجه. وممكن تستغنوا عنه عادي براحتكم. انا المره دي كنت حابه ان انا احط كده على الوش شوكليت شيبس، هتدي شكل حلو للاولاد. وبس كده ادخلها بقى الفرن واطلعها ولحد ما باقي الكميه تخلص. عندي صينيه تانية هملاها وادخلها وهكذا لحد ما اخلص كل الكميه بتاعتي. بصوا طالعه عامله ازاي، فظيعه، طريه جدا جدا، يعني مش عارفه اقول لكم ازاي. بعد كده بقى ادخل في الكب كيك الشوكولاته. حطيت في الخلاط كوبايه لبن، كوبايه زيت، بس مش هحطها دلوقتي. يعني بصوا الاول حطيت كوبايه لبن، كوبايه سكر، نص كوبايه كاكاو. كل ده على بعضه في الخلاط. ماشي. هضربهم بقى كويس جدا لحد ما السكر يدوب تماما، يعني ما يكونش فيه اي حبيبات كده ظاهره. وبعد كده هبتدي ان انا انزل بكوبايه الزيت
حبة صغننين كده، يعني حبة صغننة حبة صغننة، يعني اللي هو هنزل بخيط كده رفيع في الخلاط. اوكي، يعني مش هنزل بالكوبايه مره واحده، ولا هنزل متقطع، لا هنزل بالكوبايه تنزلي كده خيط رفيع من الزيت، وانا شغاله ضرب بالخلاط. ليه بقى هعمل كده؟ علشان اوصل لقوام شوكولاته هوريهولكوا دلوقتي، قوام ممتاز. بصوا، ده هيخلي لي القوام يتقل لما انزل بالزيت كده خيط رفيع. شايفين القوام تقيل جدا ازاي؟ ولما يدخل التلاجة هيتقل اكتر كمان، لو عايزينه يتقل كمان فهو هيتقل اكتر كمان. هاخد من الخليط ده كوباية وهشيلها على جنب، عشان ده هستخدمه في التزيين في صوص بعد كده. بصوا اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هاخد اكتر عشان انا مضاعفه الكميات، بس انا دلوقتي هقول لكم مقدار مظبوط، وهكتب لكم تحت في صندوق الوصف مقدار مظبوط. لو عايزين تضاعفوه تقدروا تضاعفوه، لو عايزين صينيه كيك مناسبه يبقى هو ده المقدار، ما تضاعفوش اي حاجه تاني. بعد كده هنزل بقى بباقي المكونات في الخلاط، اللي هو البيض والبيكنج باودر والدقيق وكل حاجة هنزل بيها. بس الاول هنزل بالبيض في الخلاط علشان اضربه، ولما اجي انزل بقى الخليط ده في الطبق فما يتهدرش منه كتير، يعني القوام بتاعه يبقى سايل شويه. بس كده قوامه سايل مش هيتهدر منه كتير في الخلاط. هنزل بقى الخلاط، وبعد كده هنزل بقى بالدقيق والفانيليا والبيكنج باودر والخل وكل المكونات. دلوقتي بقى اقول لكم المقادير بالظبط، وعقبال ما انا انخل الدقيق واخلص. كوبايه دقيق، كوبايه لبن، كوبايه زيت، نص كوبايه سكر، ونص كوبايه كاكاو خام، وبيضتين، ومعلقه صغيره من الفانيليا، كيس بيكنج باودر، ومعلقه صغيره من الخل. دي مقادير بالظبط الكيك ده. انا هنا مضاعفه المقادير، او عامله مقدار ونص، يعني ايا كان. بس المقادير المظبوطه هي دي كده: كوباية من كل حاجة، كوباية من الدقيق، كوباية من اللبن، كوباية من الزيت، كوباية من السكر، تمام، ونص كوباية من الكاكاو الخام الاسباني، انا بستخدم على طول كاكاو خام اسباني، وبيضتين، فانيليا، بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الخل. كل المكونات كده خلاص، يعني هخلطهم مع بعض بمجرد تقليب، بس ان هو الدقيق والبيكنج باودر يتخلطوا مع باقي الخليط، وكده خلاص. هو ده القوام بتاعه، قوام ممتاز، ما تزودوش دقيق، ما تزودوش اي حاجه، هو ده قوامه. هبتدي بعد كده بقى ان انا احطه في الكب كيك، ورق الكب كيك والصينيه، وبرده نفس الحكايه مسخنه الفرن على حراره 180، وبرضو مش هياخد وقت معايا خالص. برضو حاولت ان انا استخدم حاجة احط بيها في ورق الكب كيك، ومعلقة تانية اسند بيها كده عشان ما يبهدلش الصينية، بس عادي هو برضو بهدل الصينية، بس قشطة يعني. همسح طبعا كل اللي وقع ده، علشان لو دخلته كده هيتحرق والصينية هتبوظ يعني. تمام، خلصت الكمية بتاعتي الحلوة دي، وسبتها تبرد بقى براحتها خالص عقبال ما احضر باقي الحاجة. عملت ايه كمان؟ عملت كوباية صغيرة، يعني دي كوباية صغيرة، تقدروا تحطوا اي مقدار انتوا عايزينه، بس انا الكمية دي كانت هتحتاج الكمية دي مناسبة ليها. كوباية صغيرة من بودرة الكريم شانتيه الخام من غير سكر، ده انا بجيب كريم خام من متحدة، ونص كوباية من السكر، وكوباية من المية. يعني كوباية من الكريمة عليها كوباية من المية، ونص كوباية من السكر. المية ضروري جدا تكون ساقعة، بس مش ساقعة عادية، ساقعة متلجة. يعني الكوباية دي انا كنت حطاها في الفريزر كمان، يعني كانت خلاص قربت تعمل تلج. ساقعة متلجة. حطيت الاول المية مع السكر وضربتهم شوية، السكر يدوب كده بنسبة مثلا 50%. بعد كده حطيت الكريمة، فضلت اضرب لحد ما وصلت لقوام الكريمة بتاعنا اللي احنا عارفينه. وجبت كوباية بقى الصوص الشوكولاتة اللي احنا سيبناها على جنب دي، حطيت منها معلقتين كده صغيرين، وهبتدي ان انا اضيف تاني. لو حابين عايزين تزودوا طعم الشوكولاتة ضيفوا عليها تاني، حابين تضيفوا كاكاو ضيفوا، بس احنا عندنا صوص شوكولاتة رهيب فتقدروا تضيفوا منه. كده حطيت 3 معالق من الشوكولاتة، هضربهم كويس، وهبتدي ان انا اعمل بقى ايه الحركة دي كده بسيطة ولذيذة، وبتدي شكل وطعم وكل حاجة. اللي انا عملته، عملت يعني فتحت كده الكب كيك من فوق فتحه كده صغيره غويطه شويه، يعني عشان احط فيها صوص.
عملت فيه صوص لوتس وصوص شوكولاته. حابين تضيفوا اللوتس اوكي، مش حابين بلاش. ده كان عندي هنا لوتس، فسيحته على حمام ميه معاه معلقتين كبار من الزيت. فضلت اقلب فيهم لحد ما وصلت لقوام ناعم زي كده يقدر ينزل من الكيس. وابتديت ان انا احشي الكب كيك من النص. طبعا لو مش عندكم لوتس خلاص تقدروا تستكفوا بالصوص الشوكولاته اللي احنا عملناه. برضو نفس القصه، برضو هحطه في كيس صوص الشوكولاته، وهنزل بيه برضو كده زي ما انا بنزل باللوتس بالظبط. لازم قوام يبقى سايب كده شويه علشان ينزل براحته وما يبهدلش الكب كيك من فوق. هعمل نص لوتس ونص شوكولاته. ودي الشوكولاته بتاعتي اهو، قوامها ممتاز، ولا ان هي سايحه قوي بهدلت الدنيا كده حواليا وبهدلت الكب كيك، ولا ان هي قوامها تقيل مش عارفه تنزل من الكيس. قوام ممتاز تمام. هخلص بقى الكميه واحط بقى الكريمه بتاعتي اللي احنا عملناها ودخلناها التلاجة دي تتماسك براحتها، وقبل ما نخلص الكب كيك حطيتها بقى في كيس حلواني، وحطيت الشكل اللي انتوا حابينه، البلبله اللي انتوا حابينها. انا حطيت الشكل ده، وابتديت ان انا اغطي الكب كيك كده من فوق، ولا هيبان بقى ان احنا فاتحينه ولا ان احنا حشيناها ايه. يعني واحده الكب كيك كده لما تفتحوها هتتفاجئوا بالطعم من جوه. من بره مش باين اي حاجه، كب كيك عليه كريمه. تقدروا بعد كده بقى تزينوها باي حاجه طبعا انتوا حابينها. انا هنا حطيت بسكوت اوريو، وحطيت البسكوت التاني ده طبعا كلنا عارفينه بسكوت البسكريم. حطيت كده من فوق منظر. ده كان عندي، تقدروا تحطوا بقى كريز، تقدروا تحطوا مكسرات، تقدروا تحطوا اي حاجة انتوا حابينها، تقدروا تستكفوا بيها كده. بس تقدروا تحطوا كمان صوص من الشوكولاتة ومن اللوتس على الوش برضو زي ما انا هعمل كمان شوية. بس ده كان عندي فزينت الكب كيك بيه. وبعد كده حطيت صوص من فوق يدي شكل اكتر زي اللي انتوا شايفينه كده، صوص لوتس وصوص شوكولاته. بصوا بقى هي من جوه، يعني انا مكنتش عارفه اوضحها قوي، بس بصوا هي طريه ازاي وعامله ازاي. ودي كانت محشيه باللوتس وجي عليها كريمه، ميكس الطعم رهيب. مش هوصف لكم كتير غير لما لازم تجربوها. وصفه سهله ولذيذه وسريعه، تقدروا تعملوها في اعياد ميلاد، في مناسبات، بدل تقطيع الكيك كده كل واحد معاه قطعه. وبكده فيديو النهارده خلاص خلص. لو وصلتوا معايا لحد دلوقتي اعملوا لي لايك للفيديو الجميل ده، وسبسكرايب للقناه لو لسه ما عملتوش سبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل وصفه جديده بنزلها. واشوفكم بقى في فيديوهات تانية كتير جدا.